ايه يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده بقى عندنا مقارنه لذيذه جدا ما بين ال A52s من سامسونج وما بين الايفون اكس ار. وفي الفيديو ده بقى هقول لكم تشتروا انهي جهاز فيهم، وهقول لكم على كل مميزات ال A52s وكمان مميزات الاكس ار. ومن الاخر كده عايزين نعرف مع بعض، لو انت معاك 7000 جنيه تروح تشتري الايفون اكس ار مستعمل ولا تروح تشتري السامسونج A52s جديد. وخليك متاكد انك في نهايه الفيديو ده هتكون مقرر خلاص مين فيهم يستاهل انك تشتريه. ومن غير رغي كتير كده خلونا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. خلونا نوصل ل 50000 مشترك، خلاص هانت اهي، احنا بقينا 17000 ان شاء الله قريب جدا نوصل ل 50000 مشترك. وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، ولينك الانستجرام هسيبه لك في اول كومنت لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. في البدايه كده وانا ماسك ال A52s، اول حاجه جت عينك عليها هي ايه؟ التصميم طبعا. فخلونا كده مع بعض نتكلم عن تصميم ال A52s والايفون اكس ار. اس بيجي مصنوع كاملة من البلاستيك، الشاشة هي الوحيدة اللي من الازاز، وزي ما انتم شايفين معايا كده الظهر بلاستيكي تماما هو والفريم، ولكن الظهر ملمسه تحسه مش بلاستيك رديء، لا البلاستيك بتاعه كويس ومحترم. وفعلا الجهاز وانت شايفه من بعيد كده تصميمه بريميوم جدا، وتحس الوهله كده من بعيد انه ازاز مصنفر مش بلاستيك. وتصميم ال A52s بصراحه شيك جدا، وكمان مع الحلقات اللامعه اللي حوالين كل كاميرا بصراحه الموضوع بريميوم جدا. ما تحسش ان الموبايل ده رخيص، هو ملمسه وهو انت ماسكه في ايدك انت حاسس ان هو بلاستيك، وحاسس ان هو مش فخم، مش حاجه واو يعني، وتحسه رديء شويه، ولكن من بعيد الجهاز فعلا فخم جدا. ولما تبص على الفريم هتلاقي برضو فريم مصنوع من البلاستيك، هو شكله من بعيد تحسه ألمونيا ولكن هو بلاستيكي تماما، يعني مفيش اي حاجه هنا ألمونيوم او معدن، هو تصميم بلاستيكي بحت. وطبعا في الفريم ده مش هتلاقي اي حاجه تميزه غير حاجه واحده اللي بتميزه جدا، وهو منفذ ال 3.5 مللي اللي بصراحه انا كنت مفتقده جدا في عالم الايفونات، وده اللي خلاني اصلا اشتري ال A52s عشان اقدر اسجل الصوت من المايك عن طريق ال 3.5 مللي. اما بقى بالنسبه للشاشه فبتيجي هنا بتصميم الشاشه الكامله اللي بهول بانش، وبصراحه التصميم بتاع الشاشه ممتاز جدا، ويعني انا اديله 8 من 10 بسبب بس الحافه السفليه اللي تخينه حاجات بسيطه، ولكن هي صغيره، يعني في الكاميرا ممكن تحسها كبيره شويه ولكن هي في الحقيقه صغيره جدا، وبجد التصميم شيك قوي. نيجي بقى دلوقتي لتصميم الايفون اكس ار، والايفون اكس ار بيجي بظهر من الزجاج اللامع، وطبعا في الوان جامده جدا في الايفون اكس ار، وانا بحب تصميم الايفون اكس ار جدا. وهنا بقى هتبتدي تشوف الفخامه وحاجه بريميوم جدا لانه تصميم من الزجاج والفريم بتاعه من الالومنيوم، فبجد الجهاز هنا فخم جدا، شايفه من بعيد فخم، وكمان ماسك ابل فخامه التفاحه زي ما كل الناس بتقول. تصميم جامد جدا وفي حته تانية خالص. طبعا الظهر مفيش اي حاجه بتميزه غير الكاميرا الوحيده الموجوده في الايفون اكس ار، والكاميرا اللي هي ال1 اكس، والفريم الالومنيوم بتاعه ما فيهوش اي حاجه بتميزه، وطبعا ما فيهوش ال 3.5 مللي. اول بقى ما تبص على الشاشه هتشوف التصميم التقليدي بتاع ابل، النوتش الكبيره بالحواف الكبيره شويه برضو، لان الحواف بتاعته كانت اكبر من الاكس اس والاكس اس ماكس. ملخص بقى للكلام اللي احنا قلناه، فالايفون اكس ار بيتفوق في الخامات بشكل واضح عن ال A52s، والايفون اكس ار بريميوم اكتر وحاجه فخمه اكتر في ايدك، لان الخامات بتاعته مخليه الجهاز فعلا جامد، جهاز يعتمد عليه، جهاز تحس بتقله في ايدك. اما بقى بالنسبه لتصميم الشاشه، فشاشه ال A52s الديزاين بتاعها افضل بكتير من الموجود في الاكس ار، الشاشه اللي بتيجي بنوتش كبيره وبحواف اكبر، فبجد شاشه ال A52X جامده جدا كديزاين. انا خدت بقى بالي من حاجه كده، انت عملت لايك؟ لسه ما عملتش لايك ولا عملت سبسكرايب؟ انزل اعمل لايك دلوقتي واشترك في القناه عشان نوصل ل 50000 مشترك. انزل قاعد مستنيك، مش هكمل الا لما تعمل سبسكرايب.
عملت سبسكرايب؟ خلونا نخش في تانية حاجة مهمة جدا في اي موبايل، وهي شاشة الموبايل. والاي 52 اس بيجي بشاشة 6.5 انش، وبدقة 2400 في 1080 بكسل، وبكثافة بكسلات 405 بكسل لكل انش. كل بقى الكلام اللي انا بقوله ده ما يجيش حاجة جنب الحاجة العظمة اللي بتيجي في الموبايل ده، وهو ان الجهاز ده بيجي بشاشه 120 هرتز. موبايل بالسعر ده وبيجي ب 120 هرتز، فبصراحه حاجه جامده جدا. وطبعا مش محتاج اقول لك انك في مشاهده المحتوى مفيش احلى من كده. هتاخد يعني تجربه جباره، تجربه خرافيه. هتتفرج على الحاجه هتبقى مستمتع كده، حاسس انك جوه، عايز تاكل الشاشه بجد. تجربة المشاهدة هنا حلوة جدا. على الجانب الآخر بقى بيجي الايفون اكس ار بشاشة اي بي اس بحجم 6.1 انش، وبدقة 1792 في 828 بكسل، وبكثافة بكسلات 326 بكسل لكل انش. وفوق ده كله شاشة الجهاز بتيجي 60 هرتز. فانت عندك في الايفون اكس ار مقارنة بالاي 52 اس هتاخد شاشة اقل، شاشة بتردد اقل، عندك شاشة بكواليتي اقل، شاشة بكثافة بكسلات اقل، شاشة اي بي اس مش شاشة اموليد. فبصراحة الشاشة هنا بالنسبة للاي 52 اس يعني صفر على الشمال. شاشة الاي 52 اس افضل بكتير، افضل بمراحل. يعني لو انت حد بتحب مشاهدة المحتوى ابعد خالص عن الايفون اكس ار وتوجه على طول للاي 52 اس. فانت عندك كده كل جهاز منهم كان في التصميم كان متفوق على التاني في حاجة، فده هياخد نقطة وده هياخد نقطة. ولكن هنا في الشاشة النقطة هتروح للاي 52 اس بدون جدال. الاي 52 اس شاشة عملاقة. وصلنا بقى دلوقتي لحاجة مهمة جدا في اي موبايل، وهي الاداء. والاي 52 اس بيجي بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 778 جي، والمعالج ده بيجي بتقنية 6 نانومتر، وكمان برامات 6 جيجا بايت، وبيجي بمساحة 128 و256 جيجا بايت. ده غير كمان انك عندك قابلية انك تزود المساحة بانك تحط ميموري كارد. والاي 52 اس بيجي باندرويد 11، وكمان نزل له الاندرويد 12، ولسه هيدعم تحديثات لمده 3 سنين. اما بالنسبه للايفون اكس ار فبيجي بمعالج الاي 12 بايونيك من ابل، وبتقنيه 7 نانومتر، وراماته 3 جيجا بايت رام، وبيجي بمساحات 64 جيجا و128، وكمان ما بيدعمش انك تركب ميموري كارد. فانت لو خدت المساحه ال 64 فانت كده يا معلم خلاص لبست في ال 64، مش هتقدر تعمل اي حاجه لو المساحه اتملت. هيبقى حلك الوحيد انك تمسح داتا عشان تحط داتا جديده. والجهاز ده اول ما نزل كان نازل اي او اس 12، يعني اي او اس 12 واي او اس 13 واي او اس 14 واي او اس 15، يعني وصل له 4 تحديثات، ولسه فاضل له سنتين كمان من ابل رسمي، تحديثات رسميه لسه الاي او اس 16 والاي او اس 17. فانت عندك رسميا كده الجهاز ده فاضل له سنتين تحديثات او 3، والجهاز ده برضو فاضل له سنتين او 3. فيعتبر مفيش فرق كبير ما بين الاداء في الجهازين. الجهازين هيدعموا تحديثات لمده يعتبر نفس المده مع بعض. ولكن اللي بيفرق هنا بقى ان ال 52 اس بيتفوق في السي بي يو، ولكن ال 12 بيونيك بيتفوق في الجي بي يو. حتى في ارقام البنش مارك الجهازين متقاربين جدا، يعتبر مفيش فرق ما بينهم اصلا، لان ده بيتفوق في حاجه وده بيتفوق في حاجه. ولكن كمعالج سي بي يو فال 52 اس افضل بكتير، وكمان ال 52 اس بيوفر اكتر في الطاقه. فبصراحه من ناحيه الاداء النقطه هنا هتروح لل 52 اس بسبب ان السي بي يو اعلى وفرق الجي بي يو كمان مش كبير. ومع ذلك ال 52 اس بيجي 120 هرتز، فدي بتساعد جدا في الاداء. حتى في الالعاب هتلعب على اعدادات اعلى من اللي تقدر تلعب عليها في الايفون اكس ار. نخش بقى لاهم حاجه في الحوار ده كله، وهي الكاميرات. وعندك ال 52 اس بيجي بثلاث كاميرات، كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد وكاميرا ماكرو، وفي كاميرا رابعه كده صغيره بتاعت الدبس ولكن انا ما بحسبهاش بصراحه. والكاميرا الاساسيه هنا بتيجي 64 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 1.8، والكاميرا الالترا وايد بدقه 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا الماكرو والكاميرا الدبس بيجوا الاثنين 5 ميجا بكسل، والكاميرا الماكرو بتيجي بفتحه عدسه اف 2.4 ضيقه شويه. وجهاز هنا بيصور فيديوهات لحد 4K 30 فريم في الثانيه. وكمان ال 52 اس بيجي بكاميرا اماميه 32 ميجا بكسل وبرده بتصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه. وفي حاجه كمان مهمه جدا ان الكاميرا الاساسيه هنا بتدعم التثبيت البصري OIS. لما تبص بقى على الايفون اكس ار هنلاقي يا عيني كاميرا واحده يتيمه 12 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 1.8. والاكس ار بيصور فيديو 4K لحد 60 فريم في الثانيه، وبيجي بكاميرا اماميه 7 ميجا بكسل بس، واخرها في تصوير الفيديو فول اتش دي. طيب
طيب بقى لما نيجي نقارن الكاميرات هنا مين هيتفوق على مين، مش هنتكلم بالعدد ولكن هنتكلم على حته جودة او كواليتي الصورة اللي بتطلع من هنا وكواليتي الصورة اللي بتطلع من هنا، والجهاز ده بيتميز بايه والجهاز ده بيتميز بايه. مبدئيا كده ال A52s بيتميز انه بيمتلك نايت مود عكس الاكس ار اللي ما فيهوش نايت مود اصلا، والصور اللي هتطلع من A52s في الاضاءه المنخفضه هتكون احسن بكتير من اللي بتطلع من الايفون اكس ار. طيب كده بالنسبه للاضاءه المنخفضه في A52s بيتفوق. طب بالنسبه للاضاءه بقى العاديه او الاضاءه النهاريه عادي مين يتفوق؟ برضه ال A52s هتفوق بشكل كبير جدا على الايفون اكس ار بسبب السنسور الاكبر وبسبب كمان الميجا بكسل الاكتر. فرقه هنا فرقه بجد، يعني في الموبايل هنا فرقه مش مجرد ميجا بكسل عدد وخلاص، ولكن هنا الكاميرات بتطلع كواليتي محترمه جدا، وكمان المعالج بيساعد على كده. المعالج ال 778 جي في الكاميرا هو مش افضل حاجه ولكن فعلا بيساعد انه يطلع صور افضل بكتير من اللي بتطلع من الايفون اكس ار. ده غير ان كمان ال A52s فيه 3 كاميرات، يعني تقدر تصور صور عاديه، صور الترا وايد، وصور ماكرو، عكس الايفون اكس ار اللي بيصور صور 1 اكس فقط. فهنا النقطه بكل وضوح هتروح لل A52s من سامسونج، وبكده النتيجه تكون 4-2 لل A52s. خلونا بقى نخش في اخر حاجه وهي البطاريه ونشوف مين هيكسب فيها. ال A52s بيجي ببطاريه 4500 ملي امبير وبيدعم شحن سريع لحد 25 واط. اما بقى الايفون اكس ار فبطاريته 2942 ملي امبير في الحدود دي، وكمان بيجي بشحن حوالي 7.5 واط، يعني حاجه بجد صعبه، يعني حاجه صعبه. فال A52s هنا اولا في السكرين اون تايم بيحقق ارقام اعلى بكتير من الايفون اكس ار، ثانيا كمان البطاريه اكبر، غير كمان ان الشحن بيجي 25 واط فبتشحن الموبايل سريع جدا اسرع من الاكس ار بكتير. هو طبعا الشحن اللي بيجي في العلبه مش 25 بيجي 15 واط، ولكن برضو بيشحن اسرع من الاكس ار بفرق واضح. وبكل سهوله ال A52s بيتفوق برضو في نقطه البطاريه على الايفون اكس ار، وبكده تكون النتيجه 5-2 لل A52s. وبالفعل انا بنصحك فعلا تجيب ال A52s لو عايز تجيب موبايل في حدود من 6500 جنيه لحد 7400 جنيه، لان ال A52s 128 بيجي بحوالي 6800 جنيه، وبالنسبه للنسخه 256 حوالي 7500 جنيه. اما الايفون اكس ار عشان تجيبه مستعمل او كسر زيرو هتلاقيه في حدود ال 7000 جنيه 7200 جنيه، فانت بتتكلم اصلا ان هو ممكن يبقى اغلى، او هو بالفعل اغلى من ال A52s 128 جديد. فطبعا الافضل انك تروح لل A52s يعني بدون اي نقاش، يعني ال A52s موبايل جبار. بس كده وبكده نكون خلصنا، ويا ريت تكونوا استفدتوا وقدرتوا تحددوا الموبايل اللي تشتروه، وهي واضحه فعلا زي الشمس. لو انت مش متمسك انك لازم تشيل موبايل ايفون فالافضل انك تروح لل A52s على طول. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. خلونا بقى نوصل ل 50000 مشترك، يعني خلاص هانت اهي بين 17000، وان شاء الله قريب جدا نوصل ل 20 و25 ونوصل لل 50 ان شاء الله مع بعض. وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، ونيجي الانستجرام هسيبه لك في اول كومنت، كلمني هناك لو عندك اي استفسار. صحيح ما تنسوش تتابعوا الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.